معاكم مي من موقع وصفات أكل عربية. طاجن اللحمة المشوية بالبصل. اللحمة بتعتبر من أشهى الأكلات وألذها، بالإضافة أنها مصدر للعناصر الغذائية لجسم الإنسان زي البروتين والفيتامينات والحديد. ومن أفضل أنواع اللحوم هو لحم البقر، لأن فيه عصارة وحديد وفيتامينات. علشان كده هنعمل النهاردة إن شاء الله طاجن اللحمة المشوية بالبصل بالطريقة المصرية المميزة اللي ليها طعم تاني خالص، بمكونات بسيطة ووقت مناسب في التحضير. تابعوا معانا الوصفة وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب. الكمية اللي هنعملها تكفي من 2 ل4، ووقت التحضير والطبخ حوالي 1:30 ساعة. أما بالنسبة للمكونات، عندنا نص كيلو لحمة، 3 بصلات متقطعة شرايح، 3 فصوص توم مهروسة، 2 معلقة سمنة، ملح حسب الرغبة، معلقة كبيرة فلفل أسود، نص معلقة كمون، معلقة بهارات لحمة، فلفل أخضر وأحمر شرايح، نص معلقة صغيرة حبهان مطحون، نص معلقة كزبرة ناشفة. أما بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة هنعملها هنغسل اللحمة كويس جدا ونشيل منها الدهون ونقطعها قطع صغيرة ونصفيها من المية. في الوقت ده هنكون محضرين مقلاية متوسطة الحجم، هنحط فيها السمنة لحد ما تدوب، وبعد كده هنضيف قطع اللحمة ونفضل نقلبها لحد ما تستوي. وبعدين هنضيف شرايح البصل والفلفل الأخضر والأحمر ونقلبهم كويس قوي، ونضيف لهم التوم المهروس ونستمر في التقليب. بعد شوية هنضيف البهارات، لكن بشكل تدريجي علشان اللحمة تفضل مشدودة. البهارات اللي هنحطها الفلفل الأسود، الملح، الكزبرة، البابريكا، بهارات اللحمة والحبهان والكمون، وهنستمر في التقليب لحد تمام النضج. وبألف هنا وشفا لكل مستمعينا الكرام. كانت معاكم مي من موقع وصفات أكل عربية.